من ركلة حرة مباشرة. كرة نادى الحراني يخرج من هذه الوضعية. ثانية حذار من الكرات الهوائية، بينما هنا التصويبة قوية لكنها مرت بسلام، تحولت إلى خارج الملعب. مارتن يونغ اللي سدد مباريات كبيرة على مستوى الفترة الماضية. هنا كرة وصل، بينما فرصة أوكرانية، تصويبة هنا تأتي، لكن برافو حسين، برافو يا حسين يا حسن. تصدي حسن من حسين حسن في لقطة سابقة، وفي أخطر فرصة أوكرانية على مستوى 12 دقيقة مضت تنفذ منقولة. كرة لافة التغطية العراقية، برافو. مونديال قطر 2022 ورا أطول هدف ملغي في تاريخ بين المنتخبين. كرة منقولة انطلاقة تأتي، هناك لاعب واقع على أرضية الملعب، بينما التسديدة بعيدة. المستديرة هي الأهداف يعني من أجل خوض غمار التحدي في هذه الأولمبياد. هنا محاولة قائمة لكن راية مرفوعة. تسلل كان موجود في اللقطة الماضية. براهارو لكن برافو أيمن في الاستلام، أيمن في التحضير. الكرة بتعود العراقية مستمرة، فرصة العرضية دائما للمنتخبات تحت كذلك على صعيد هذه الأولمبياد كما هو الحال. حذاري برافو. هنا التغطية بيرسل كرة عالية لبعاد، كرة طالت، تشتيت الكرة لكن ما زالت أوكرانيا، تسديدة بعيدة ماكسي، بينما كرة ترسل عالية لبعاد. برافو من هذه الكرة. حذاري، كرة من الطرف ليس، لكن حتى منتخب أوكرانيا، المنتخب الأوكراني يرسل كرة. التغطية كانت موجودة، التقدم والتسديدة هنا تأتي لكنها مرت إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى في هذه الأثناء. هذا اللاعب ماكسيم. عرضية ترسل عالية لأوكرانيا، لكن التغطية وسط الملعب من جديد لمصلحة المنتخب في الدور نصف النهائي. لكن تلك الخسارة أتت بعد للعراق عن طريق أحمد ماكنزي يريد أن يمنع عرضية. وينها العرضية تأتي، والرا تمريرة قصيرة لكن تغطية موجودة باتجاه أيمن حسين من أمام اللاعب باروك، يرسل كرة عالية. الكرة بتعود الأوكرانية. هذا السقوط طبعا لا وجود لركلة جزاء. في الكرة ما زالت مستمرة هنا من الطرف الأيمن عن طريق كرة ترسل عالية عراقية خطيرة تأتي، منقولة من الطرف الأيسر، سريعة الكرة هناك. حذاري من هذه الكرة. مرت بسلام على يميني القائم الأيمن لمرمى الحارس حسين حسن، في محاولة، في مراوغة، في تقدم، في توغل، في مرور، في مهارة، في عرضية كانت فيما يتعلق بالمنتخبات وفي البطولات التي نظمت إلى أقصى اليمين. محاولة مستمرة، سقوط، ومن ثم إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. 3 دقائق أضافها الحكم من أحد الطرفين، لكن هنا أيضا التقدم اليسار والعرضية هنا تأتي. تصل هذه الكرة في وسط الملعب عن طريق يوسف كرة في يسار، عرضية أوكرانية خطيرة الآن تأتي، لكن الكرة عراقية ممتازة إلى أيمن. يوسف يحاول لمصلحة منتخب أوكرانيا. الكرة ما زالت الأوكرانية خطيرة تأتي، والتصويبة هنا لكن حارس المرمى حسين حسن يتصدى. الكرة ما زالت عودة إلى الخلف، وصول بعد ذلك كرة عالية، بعد ذلك الكرة ما زالت مستمرة تمريرة. الكرة بتعود مرة أسرع يا حسين. الكرة منقولة بهذه المواهب وبهذه الأسماء وبهذه العناصر، أبي جيل يتبعه جيل. كرة منقولة أوكرانية، محاولة قائمة، فرصة لأن تأتي. عذار من العرضيات، هنا واحدة أتت أوكرانية لكنها إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى تربية في هذه الأثناء. وهذه الأوكراني التغطية موجودة الأول، لكن نتمنى أن يكون عراقي مختلف عما العراق في وسط الملعب. أوكرانية منقولة، كرة أرضية، كاد أن يفعلها المنتخب الأوكراني، عن طريق اللاعب دانييلو سيكان لاعب نادي الشختر طرف الأيمن. وصلت هذه الكرة لأوكرانيا في عرضية ترسل عالية راسية لم تأتي. ماكنزي بكرة عراقية في وسط الميدان، وصلت الجزاء الراسية لم تأتي، والتصدي والتسديد والهدف الأول عن طريق اللاعب روبشينسكي ينجح في إحراز أول أهداف في منتخب أوكرانيا يسجل أول هدف في تاريخه في الأولمبياد عن طريق اللاعب روبشينسكي بعد متابعة لكرة تصدى لها حسين حسن في اللقطة الماضية. ونرتقى عاليا، باتاهوف عمل ما عليه أن يعمل حارس المرمى. كرة الطولية ترسل طولية عالية، لكن في الأخير ركلة جزاء، عملية دفع من تالوفيروف، وركلة جزاء للمنتخب العراقي في هذه اللحظات. أيمن، يلا يا أيمن
حطها في الجول. وما لها إلا أيمن، وما لها إلا أيمن الحاسم الذي يظهر في الأوقات الحاسمة. أيمن حسين في شباك كيرل بيسيون. العراق هنا يعود، العراق هنا يعود أمام منتخب أوكرانيا. نعم، هو الذي تسبب في الاستفادة من علامة الجزاء من خلال تدخل على الكرة في اللقطة الماضية. فرصة أوكرانية أسرع، كرة منقولة عرضية أوكرانية الإبعاد، كرة لمصلحة العراق من نهاد محمد عراقي. هذا أمر مهم جدا بالنسبة للعراق. جانبية منقولة، كرة عراقية إبراهيم بايش، وهناك خطأ كان موجود في اللقطة الماضية. خطأ يصفر حكم اللقاء. خلان يمرر كرة، لكن برافو التغطية من الجهة اليمنى ماكسيم خلان، والعرضية ممتازة لنهاد محمد. استلام تحضير لعلي، علي عندك كرة، علي ما زال بالمقدم، كرة عراقية عرضية راسية. وين العرضية؟ العرضية تأتي، والفرصة العراقية كادت أن تأتي بهدف، كاد أن يكون ثمارها هدف. كرة منقولة يوسف، العراق، فتى العراق، فتى العراق. الله الله الله، ماذا بينك وبين الأهداف الخرافية يا علي؟ هذا العراقي الساحر لا يسجل أهدافا عادية أبدا أبدا، لا يسجل أهدافا عادية. اصعد بحلمك يا عراق واكتب من المجد فصلا جديد. هكذا يخب الأوكراني إلى خارج الملعب إلى ماكسيم ولا ميخالينكو، عرضية. التسلل كان موجود، رأي مرفوع.